دكتور محمد علي شتيبة، طبيب بيطري وعضو هيئة مديرة جامعة نماة. أشرفت على تنشيط لجنة اللحوم الحمراء والألبان في هذا الملتقى، ووقع النقاش حول إشكاليات القطاع، الصعوبات اللي يمر بها، وخاصة وضع الحليب في البلاد والفائض الكبير وكبير جدا، وكميات الحليب التي يقع إتلافها وتقدر في 3 الأشهر الأولى بمعدل 200 ألف لتر يوميا يقع إتلافه، ثم عوائق أخرى في المنظومة متاع الألبان واللحوم الحمراء تمت مناقشتها. وكان السعي في هذه الورشة إلى إيجاد التعاون ما بين الأطراف وتشبيك العلاقات والاستثمار وإيجاد نقاط التقاء تدعم المربين وتساعد على تحسين إنتاجيتهم، لأن في تحسين الإنتاجية هناك نقص في كلفة الإنتاج، وهناك مساعدة على تقوية الحلقة الأولى والأضعف في هذه المنظومة، ألا وهو الفلاح المربي. في هذا الإطار طرحت عديد المقترحات، ومن المقترح الكبير المهم هو إمكانية بعث مشروع لمركزية حليب مصنع ألبان بحجم كبير يكون مخصص للتصدير في منطقة الشمال الغربي، وهناك استعداد ل50 من مراكز تجميع الحليب الموجودين بين جندوبة وباجة يكونوا مساهمين في هذه المركزية تاع الحليب، ونسعى أن يكون من جملة المشاركين في هذه المركزية بعض المستثمرين من الجزائر وبعض المستثمرين من ليبيا اللي هم باش يكونوا حلفاء معناها نوعيين لهذا المشروع. طبعا احنا نعرف أن الجزائر عندها نقص في الحليب يقدر ب 2.3 مليار لتر سنويا، وهذا تقريبا هو ضعف منتوج تونس حيث المجال موجود ومتوفر. ثم أن نعرف كذلك أن ليبيا في الوقت الحاضر على الأقل لمدة سنين كثيرة تورد تقريبا 85% من حاجياتها من الحليب، فهذا السوق هذا وذاك باش يكون مشجع ومحفز لأن نحل مشكلة نحل مشكلتين في الأصل. المشكلة الأولى فائض الحليب اللي عندنا نلقى له مصادر نصدروه، موارد نصدروه، والحاجة الثانية هو باش ندخلوا عملة صعبة لهذا لبلادنا. والمرحلة الثانية هي إدماج 2000 رأس من الأبقار مزدوجة الإنتاج لحم وحليب من راس فليكفي النمساوية تكون هي مزود أساسي لهذا المشروع. تقريبا هذا ما تم. ثم عندنا اتفاق شراكة ما بين الشركة التعاونية الخدمات الفلاحية العمل بالقيروان وأحد المؤسسات في إنتاج، عندهم إنتاج الأعلاف، وعندهم كذلك نقاط توزيع لمنتوجات الدواجن. قد يقع إدماج وإضافة لحوم الضأن أو العلوش لمغازات هذه المعروفة في البلاد، وتكون بهذه الطريقة المربين ما عادش يبيعوا لحمهم العلالش والخرفان بتاعهم للجزارة بالشكل اللي هو شكل غير مجزي لهم هما. فقد يكون الجزار يذبح العلوش ويذبح معه الفلاح مسكين المربي، ولكن تكون هناك عقود إنتاج تحدد الأسعار متاع البيع، والشركة التعاونية تأخذ الخرفان بالوزن المتفق عليه، ويقع ذبح الخرفان في المسلخ المطابق للمواصفات الدولية الذي وقع إنشاؤه أخيرا في ولاية الشمخ، في ولاية الشامخ ولاية المهدية. ومن اللاباتوار مسلخ هذا يقع توزيع اللحوم على وحدات التوزيع متاع الشركة هذه. تقريبا هذا ما صار في هذه الورشة. مع الشكر.